السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى لكم تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مخيمرات عامرين بالكفته والخضره على طريقتي هكا، الطريقه اللي نعتمدها انا هكا باش ما تخرجش هي الحشوه من الجناب وما كيجيش هكا يا داك المخيمرات غلاضوا فيهم البابه. شوفوا لي ما شاء الله الحشوه كتوزع على الفطيره كامله او على المخمره كامله، والحشوه لذيذه ومنزليه وكيجي هكا واحد المخامر ناجحين وبحجم كبير على الطريقة المغربية الأصيلة على حقها وطريقة. نتمنى لا فيديو ديالي ما يعجبكم، على بركة الله في الطريقة والمقادير. هنا غادي نضيف زلافة ديال الفينو مع زلافة ديال الطحين، معلقة ديال خميرة الخبز، شوية ديال السكر وشوية ديال الملحة على حسابية الذوق اللي كتستعملوا. بغيتو تستغناو على داك شوية ديال السكر معلقة صغيرة ماشي كبيرة. بالنسبة للعبار عبروا باي وزن نتوما عندكم. الكيسان ديال العنبه مثلا الا ضفتوا 3 الكيسان ديال الفينو، ضيفوا 3 ديال الطحين الفورس، ضفتوا زلافه ديال الحريره ديال الفورس، ديروا زلافه ديال الفينو. المهم يكون العبار مقاد. هنا غادي نعجن بالماء اللي يكون سخون، دابا الجو راه بارد، وكندلكوا هذيك العجينه مزيان حتى نتحصلوا على عجينه اللي مدلوكه وطريه. المهم كتبقى شويه هكا البنات كتلصق شويه في اليدين باش يجيكم المخيمرات ديالكم هشاشين، ما يجوش هكاك قاصحين او يابسين. هنا في هذا الاناء غنضيف شويه الزيت، كنستعمل زيت البلديه وضيفوا اي زيت عندكم باش هكا العجينه كتجي طريه اكثر، كتجي مدهونه. غادي نغطيها بلاستيك الغذائي وكنخليها تختمر واحد 40 دقيقه حتى لساعه المكانه. اقل من هذا الوقت البنات لا، ضروري اقل توقيت هو 40 دقيقه. وهنا العماره ديال البطبوط او المطلوع او المخمار كل واحد شنو كيسميه. غادي نضيف هنايا الفلفله خضراء حمراء الربيع قزبر معدنوس البصله مشلضه. انا هاد المكونات البنات كنطحنهم في الهاشوار وكنعصرهم وكنضيفهم. غادي نضيف واحد المقدار ديال الكفته واحد 20 درهم. هنا العطريه البابريكا تكون معلقه كبيره اللي هي التحميره، سكينجبير والخرقوم والفلفل الاسود والسودانيه والملحه كيكونوا هادو معلقه صغيره. الا البابريكا اللي تحميره تكون معلقه كبيره، يعني ما نكثروش ثاني العطريه بزاف باش ما يجيناش الذوق مجهد. كنضيفوا زيت الزيتون ولا زيت المائده مع 3 فصوص ديال الثومه يكونوا هكا محكوكين، وكنحطوا المكونات كامله على النار تكون مجهده. ما كنقليش انا كل وحده هكا بحدها، مثلا نقلي البصله عاد نزيد الفلافل عاد نزيد الكفته، كلشي ديروه هكا دفعه واحده تحصلوا على واحد الحشوه لذيذه ومعلكه دغيا كطيب، حيت المكونات كامله مطحونه، الخضره كامله مطحونه، حتى اللحيمات رانا كنطحنهم صراحه عير بدي. ما كنشريش انا الكفته ديال الزنقه ولا اللحم اللي مطحون ديال الزنقه، يعني كنجيبوا اللحم عادي كنغسلو كنطحنو كنستعملو. صافي هنا الحشوه راها تعلكت وطابت، باش كنعرفوها طابت كدير لنا واحد ليده من الفوق صافي وكنطفيو عليها بحال كيما غيبان لكم دابا. داك الليدام بان لينا، يعني تلقات داك الليدام كامل وتعلكات ونشفات من الماء. غادي نحيدوها ضروري هكا نخليوها تبرد تتبرد تماما، ما نخليوهاش سخونه. ولا لقيتوها مازال سخونه كتحطوها في الثلاجه هكا باش تبرد. هنا العجينه ديالي من بعد ما اختمرات خليتها 40 دقيقه. تنأكد البنات المخمر كيبغي الوقت وكيبغي انه يختمر على خاطره، ما كتكثروش فيه الخميره، مثلا واحد المعلقه كبيره بومبي غير معلقه ممسوحه. ملي كيختمر هكا على خاطره كيجينا زوين وكيجينا طري وما كيجيناش معجن. هنا الكميه اللي عطيتكم انا درت زلافه خرجت هكا 6 راهم كبار ما شاء الله. راه غير التصوير ديال التليفون ماشي شي كاميرا اللي هي محترفه باش تبين لكم التصوير. بعد مرات انا راه على التصوير ما كيدخلوش عندي الاخوات كيشوفوا الوصفه ما كتعجبهم شويه راه من التصوير. تيليفون راه ماركه مزيانه، ولكن الاغلبيه راه الناس كتصور بكاميرات، لهذا كتجي التصوير زوين. المهم الحشوه انتم شفتوها، وكما عارفين الاخوات المشتركين عندي قدام راهم تيعرفوا هاد الوصفات كيجربوهم وكتعجبهم الصراحه. الخطوه الاولى ملي كديروهم كويرات كتخليهم واحد 5 دقائق، من بعد كتجيبوا شويه ديال الفينو وكتبداو تبسطوا غير من الجناب، ولكن الوسط ما كنبسطوش البنات، كنخليوه هكاك غليظ شويه باش نحطوا عليه الحشوه، باش اننا ملي نبداو هكا نقرصوا فيها او نفردوا فيها باش نطيبوها ما تخرجش لنا الحشوه. شوفوا البنات الطريقه، انا كنضغط غير على الجناب والوسط راه كنخليه. غادي نضيف 2 معالق، ويفضل البنات دائما الحشوه كما بان لكم تقسموها. مثلا عندكم 6 الكويرات غتقسموا 6 هكا كميميسات هكا، ولا 6 الحقوقه كما غادي نقولوا.
كتهزيه هكاك الحق وكتحطيه في هكايا في المطلوعه او المخماره وكتسدي. ساهله. وضروري رشه خفيفه ديال الفينو، ما تكتروش. فانا هنا اللي عمرتها كنحطها هنا. ضروري العائله كلها وشنو كيبغي. كاين اللي كيبغي واقف عليك بغى الفرماج، كاين اللي كيكون واقف عليك ما بغاش الفرماج. ايوا انا هادو هما الوليدات. المهم عمرت شي حاجه بالفرماج وشي حاجه ما عمرتهاش. كملت الكميه البنات وغادي تخليوهم غير 2 دقائق. من بعد ما غديروهم كاملين يعني تعمروهم كاملين كتحسبوا 2 دقائق، ما تخليهمش يختمروا. صافي هنايا كنفردوا فيهم. شوفوا البنات كنفرد بهاد الدلاكه الصغيره ولا ما عرفتش كيسميوها. المهم كتنفعني. لا حشوه خرجات بحال انهم معمرينهم حتى شي حاجه. غادي نرقوه مزيان على هذا الشكل. وهنا ضروري كنخبزوه على مقلاة تكون ثقيله، يعني بحال الخباز او الفراح او الخباز عفوا ديال الوجده. هذاك هو اللي نخبزو عليه. المهم هاد المقله ثقيله بزاف. غادي نديرو، انا ما كنرش الزيت غير بداك الليدام اللي بقى ليا في شاط على الخضره، كندير به هكايا شويه من الفوق. وهنا كتنفخ ما شاء الله على نار مجهده. ملي كتنفخ وكتورق هكا كتفتح من الداخل، عاده كنقصوا النار وكنبقاو نطيبوا فيها باش تحمر هكايا تحمر وتاخذ لينا اللويل اللي بغينا. المهم راه الطريقه باينه في الفيديو. صافي كتجهدوا النار حتى كتحمر لكم هكايا ديك المخماره، ومن بعد كتنقصوا النار كتبقاو طيبوا فيها. هانتوما ما مقطعاش، ما خارجه حشوه من الجناب، كتجي مجموعه الحشوه لذيذه مخيمرات بالكفته والخضره. نتمنى الطريقه ديال اليوم تعجبكم، ونتمنى اللي بقات حتى لدابا. للتذكير فقط ما تنساش اختي لايك الفيديو الا عجبتك الوصفه. واهلا وسهلا مرحبا بك. بزاف الاخوات يدخلوا عندي تكتبوا لي احنا جينا جداد. مرحبا بكم على الراس والعين اختي. نتمنى القناه تعجبكم. وصفات اللي سهله واقتصاديه ديال الدار على حقها وطريقها. نتمنى حتى هاد الوصفه تعجبكم البنات. هكا يعتمدوا غير الطريقه والحشوه راه ما كتخرجش من الجناب. صافي هنا كملت الكميه. وهنا المخيمرات اللي حصلت عليهم بحجم ما شاء الله كبير. هنا البنات ما كليناهمش كاملين، حنا تغدينا بهم. واللي بقى راه كنديروا بلاستيك الغذائي خاص بالثلاجه وكنحطوا في الفريغو. كتجمدوهم الاخوات، وملي كتبغيو تسخنوهم كتحيدوا عليهم هذاك البلاستيك ديالهم وخا يبقاو عندكم حتى العام مادام مجمدين ماشي في الثلاجه الفوق في الفريغو. وملي كتسخنوا كيرجعوا بحال يلاه مصايبينهم. شوفوا لي ما شاء الله طريين، وشوفوا كيفاش مجموعين من الجناب لا حشوه كتخرج. وديك الحشوه كتجي هكا كامله موزعه على الفطيره ولا المخيمره. شكرا على المشاهده والسلام عليكم وفي امان الله.